حلو جدا جدا البيتزا بتاعتك. دلوقتي بقى هكمل الكميه، وما شاء الله الكميه كانت كويسه معايا. بصوا طبعا اكون محضره الفرن من قبلها، مسخناه على درجه حراره عاليه، وهتبتدي تاخدي الحلوين اللي قدامك دول وتحطيهم في الفرن لغايه لما يستووا. اول ما ياخدوا على طول لون من تحت، هما ما بياخدوش وقت في الفرن، تقريبا 10 دقايق او 12 دقيقه بالظبط، وهيطلعوا لك وبالف هنا وشفا على قلوبكم ان شاء الله. ان شاء الله هتعجبكم، وهتنور رضاكم كمان لما تعملوها وتجربوها. كانت هشه جدا جدا جدا، وطعمها كان حلو جدا جدا جدا. بصوا بقى، تعالوا ما افتحها لكم كده ونشوفها مع بعض شكلها عامل ازاي. يلا بينا. بصوا اهو، بصوا كانت حلوه ازاي. كانت طريه على فكره، ومقرمشه من تحت قرمشه فظيعه من دي البسبوسه اللي احنا كنا حاطينه. وهي كانت سخنه جدا على فكره، هتقع مني دلوقتي حالا. امسك. كانت حلوه جدا على فكره، وكانت هشه وطعمها حلو.